السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم الإخوان غادي نهضروا على موضوع مهم بزاف، وهو كيفاش تقدر تمشي تخدم في كندا بلا ما تحتاج وسطاء ولا مكاتب الهجرة اللي غالبا غير غادي ينصبوا عليك ويديوك رزقك وما يقضيولكش الغرض. أول حاجة خاصك تعرفها، كندا عندها نظام واضح وشفاف وما محتاجاش وسطاء باش تطلب فيزا ديال الخدمة. كل شيء رسمي ومتوفر في المواقع الحكومية الإلكترونية، يعني غير بشوية ديال الصبر والتركيز وغادي توصل إن شاء الله للهدف ديالك. نبداو الإخوان. الموقع الأول اللي خاصك تدخلو هو www.jobbank.jc.ca. هذا الموقع رسمي من الحكومة الكندية وفيه آلاف فرص العمل من شركات اللي هي حقيقية وماشي كذوب. منين تدخل تقلب على المهنة ديالك أو التخصص اللي عندك فيه، مثلا شيفور، مثلا طباخ، مثلا بلومبي، مثلا طبيب، مثلا المهم داكشي اللي عندك. منين تلقى عرض كيعجبك ضروري تشوف واحد الشركه اللي كتقدم ال LMEA، واللي هي وثيقه كتعني بلي الشركه عندها الاذن تخدم ناس من خارج كندا. الا كانت عندها ال LMEA راك قريب توصل للهدف ديالك. وإلا وصلتي حتى لهنا ما تنساش دير لايك واشترك في القناه باش توصلك دائما الفيديوهات الجديده اللي غتستافد منها، وكذلك غادي تعاوننا وتدعمنا باش نواصلوا حتى حنا. دابا نرجعوا للخطوات. منين تلقى الشركه اللي بغاتك واللي قبلاتك وجاوباتك، كتوجد السي في ديالك مزيان بالانجليزيه ولا بالفرنسي، وتخليه منظم واحترافي فيه التجربه ديالك والمهارات والشواهد كذلك. ومن بعد كترسلو مباشره عبر ايميل اللي كيعطيوك في الاعلان. ما كاين لا وسيط ولا نصاب في الوسط، كل شيء رسمي ومجاني. الا قبلوك الشركه كتبعث لك عقد عمل، ومن بعد تقدر تبدا في الاجراءات طلب ديال ورك بيرمي، يعني رخصه العمل ديالك في كندا. كتدخل الموقع الحكومي دائما الكندي والرسمي اللي هو www.canada.ca، ومن بعد كتمشي للقسم Immigration and Citizenship. تما كتختار Working Canada، كتعمر الطلب اونلاين وكتدفع الوثائق بحال الباسبور، عقد العمل والصور والشهاده والسوابق العدليه الى غير ذلك من الاوراق اللي معروفه، وكتخلص الرسوم كذلك الالكترونيه اللي هي بسيطه. من بعد غير كتسنى الرد، وغالبا كيتواصلوا معك في الايميل اللي دفعتي به. نصيحه ختاميه، ما تصدقش اي حد كيوعدك بفيزا سريعه او خدمه مضمونه ودغيا غادي تطير ودغيا غادي توصل. كل شيء رسمي كيتدار فقط في المواقع الحكوميه الكنديه. الطريق ماشي سهله، ولكن غالبا كتكون مضمونه، وبالصبر والمتابعه اليوميه غادي توصل ان شاء الله للهدف ديالك. والله يسخر لكل واحد.